أكتر من 100 مليون شخص اضطر يسيب بيته ويهاجر في آخر 10 سنين. بس في هجرة واحدة غيرت مجرى التاريخ كله. كان بيجري في نص الليل، قلبه بيدق بسرعة، مش من الجري، من الخوف. كل نفس كان بياخده بيحس كأنه بيقرب من النهاية. كل خطوة على الأرض ممكن تكون الأخيرة. وراه ناس بتدور عليه، ناس بيحلفوا ينهوا وجوده، ومعاه شخص واحد بس كان صاحبه. ما كانش شايل لا شنطة ولا متاع، كان شايل رسالة، كلمة. بس الكلمة دي هزت كيان أكبر قبيلة في الجزيرة كلها. وبالرغم من كل حاجة هو ما استسلمش. دي مش بداية فيلم ولا قصة بطل خارق، دي كانت بداية سنة جديدة. سنة مش شبه أي سنة عدت. دي كانت السنة اللي قرر فيها التاريخ يبدأ من جديد. السنة اللي كتبها الزمن مش بالحب، لكن بالدموع والخوف واليقين. لكن قبل ما نحكي عن التاريخ، خليني أسألك، أنت عمرك حسيت إنك محاصر؟ مش لاقي مكانك في الدنيا؟ حاسس إنك تايه وكل الطرق مقفولة؟ كلنا مرينا بلحظة زي دي. لحظة بتحس فيها إنك وحيد، وإن الدنيا كلها ضدك، وإن مفيش مفر. بس تعالى نرجع 1400 سنة ورا، في وقت كان فيه راجل واحد، راجل واجه كل ده لوحده. اسمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في مكة، المدينة اللي اتولد فيها، كبر فيها، عرف شوارعها وأهلها. المدينة اللي شهدت على كل لحظة من لحظات حياته، اللي فيها الذكريات والأصحاب والحنين. لكن المدينة دي بقت خطر. كل ما يقول لا إله إلا الله بيتهاجم، كل ما يدعو للرحمة إذي، وكل ما يقول كفاية ظلم يتهدد بالقتل. والناس اللي حواليه بيتسحلوا في الشوارع. في أم اترملت، وابن اتقتل، وصاحب اتحرق جلده بالشمس، مش لأنهم مجرمين، لا، لأنهم قرروا يؤمنوا. كان في واحد اسمه بلال بن رواح، كان بيتشد بسلاسل في حر النهار ويضرب، وكل اللي كان بيقوله أحد أحد. وفي لحظة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقى قدامه اختيارين، يا إما يستسلم يا إما يهاجر. بس الهجرة ما كانتش سفر، ما كانتش انتقال من مكان لمكان، كانت رحلة حياة. قرار بيبدأه وهو مش عارف هيوصل ولا لأ. في موت مستنيه في كل زاوية، كل خطوة كانت خطر. ولما جه وقت الهجرة خرج من بيته متخفي، ساب فراشه ونام مكانه علي بن أبي طالب، وهو عارف إن ممكن يقتلوه. مشهد إنساني يفطر القلب. واحد شاب نايم مطمئن، عارف إن ممكن ده يكون آخر يوم في حياته، بس راضي. النبي خرج ومعاه أبو بكر الصديق، ماشيين في صحراء موحشة، ليل طويل والنجوم بتلمع في سماها، بس الأرض كلها ضدهم. وصلوا لغار ثور، مغارة صغيرة مستخبيين فيها، وقريش كلها بتدور عليهم فوق راسهم مباشرة. فأبو بكر بيبص للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول بصوت مرتجف: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ الكلمة دي مش بس رد، دي كانت إعلان إن الإيمان مش في الراحة، الإيمان في الشدة، في الصبر، في الثقة اللي ما بتتهزش. في اللحظة دي الدنيا كانت ساكتة، بس القلوب بتصرخ، خوف، توتر، أمل، يقين، كلهم متجمعين في مشهد واحد. ومن هناك بدأت القصة، بدأ العد، مش عد الأيام لكن عد الأمة. اتحسب التاريخ الهجري من اللحظة دي، مش من يوم ميلاده صلى الله عليه وسلم، لكن من يوم بداية القرار. ليه؟ لأن التغيير الحقيقي ما بيبدأش من وقت ولادتك، بيبدأ من وقت قرارك، من لحظة قلت فيها كفاية. عارف يعني إيه تسيب بيتك؟ تسيب المكان اللي فيه ضحكتك ودمعتك وكل ذكرياتك؟ عارف يعني إيه تمشي في صحراء مجهولة
بس قلبك مليان ثقة، عارف يعني ايه تبني حضارة من ولا حاجة. الهجرة دي كانت رمز للناس اللي بتبدأ من الصفر، اللي بيتهدم حلمهم لكن ما بيوقفوش، اللي بيواجهوا أوجاعهم بس ما بيهربوش من الرسالة اللي ربنا كلفهم بيها. وانت حاسس بالضياع، حاسس انك في مكان مش بتاعك، حاسس انك عايز تمشي من حاجة بتوجعك كل يوم. الهجرة مش بس كانت من مكة للمدينة، الهجرة دلوقتي ممكن تكون من الغضب للسلام، من الإدمان للحرية، من العلاقات السامة للناس اللي بتدعمك، من الحزن للأمل. كلنا محتاجين نهاجر، بس مش بالخطوة، بالنية. في كل سنة هجرية ربنا بيديك باب جديد، باب لبداية نظيفة، باب تسيب فيه كل اللي بيكسر قلبك وتبدأ تدور على اللي بيحييه. بس في سؤال، انت ناوي تدخل من الباب ده ولا هتستنى سنة كمان من عمرك تروح من غير تغيير؟ النهاردة ده مش فيديو ديني بس، دي مش قصة من الماضي، ده تفكير إنك تقدر تعيش القصة دي من أول وجديد يا بطل. دلوقتي الهجرة النبوية ما كانتش هروب، كانت انطلاقة، وانت كمان تقدر تنطلق. لو وصلت لآخر الفيديو اكتب لي في الكومنت ايه الحاجة اللي نفسك تهاجر منها السنة دي، واكتب كمان أول خطوة هتبدأ بيها، يمكن الكلمة اللي تكتبها تغير حد تاني. وما تنساش تعمل لنا اشتراك في قناة عبر وكتب.